السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا نبدأ. هنجيب الحلة دي ونحط فيها شوية زيت وربع معلقة سمنة، وهنعمل دلوقتي احلى كشري مصري يا بنات، تحفة. بصوا بقى يا بنات، هنجيب كوبايتين الرز وعليهم ربع كوباية عدس. تمام كده. عايزة اقول لكم على معلومة بقى على الكشري المصري ده. لما تيجي تعملي المعيار بتاع الكشري، تحطي المعيار بتاع الرز بس، طبعا الكمية دي بتاعتك انتي. تمام. تحطي ايه بقى يا ست الكل؟ كوبايتين الرز عليهم كوبايتين مية. مثلا هتحطي 3 رز وكوباية عدس، هتحطي 3 رز بس. تمام. الخطوة دي مهمة قوي، عشان في ناس بتغلط وبتعمل حساب العدس، والعدس ده بيستوي مع مية الرز وعلى البخار بتاع الرز. تمام. ما تعمليش حساب العدس في مقدار المية، عشان بيتعجن وبيطلع ملهوش يعني ولا شكل ولا طعم. فركزي معايا في الموضوع ده. الكمية اللي انت عايزاها دي بتاعتك انت، كتيرة او شوية او زي ما تحبي يعني، بس حطي المعيار بتاع الرز زي ما اتفقنا. بس لكن العدس ما تعمليش حسابه في المية. حطينا حبة الزيت وربع معلقة السمنة، وحطينا الرز والعدس على بعض، غسلناهم ونزلنا بيهم في الحلة، واديناهم تقليبة حلوة زي ما انتم شايفين كده يا بنات، وحطينا ملح وكمون. وهننزل عليهم بكوبايتين المية على قد مقداري انا اللي انا حطاه. حاطه كوبايتين رز، هحط عليهم كوبايتين المية. ربع العدس، ربع كوباية العدس ده مش هعمل حسابه خالص. تمام كده. وهقلب الرز بتاعي وهغطيه، اسيبه يغلي غلوتين كده لغايه لما يتشرب زي ما هتشوفوا معايا كده. وبعد كده هوطي عليه النار خالص بقى يستوي براحته. تمام. زي ما اتفقنا يا بنات، العدس هيستوي على البخار والميه بتاعت الرز بس. خلاص كده. هنخش بقى على الخطوه التانية، بس لما تشوفوه دلوقتي معايا. اول ما هيغلي هغطيه، وبعد كده هوطي عليه واسيبه. بتطلع العدس بيطلع زي ما هو، والرز بيبقى تحفة كده يعني مش معجن ولا أي حاجة. خلاص. ادي الخطوة بتاعت الكشري اللي أنا عايزة ايه أقولها لكم يا بنات. وبعد كده عملنا ايه؟ جبنا طبعا انتوا مش عارفين النهاردة هناكل ايه مع العدس الأصفر ده. شوية سمك إخنيني تحفة يا بنات، تحفة. السمك الإخنيني ده ليه أيام معينة في السنة، يعني زي مثلا من نص 4 كده لغاية نص 5، بيبقى هاجم قوي في السوق كتير، وبيبقى مبطرخ وحلو، بس مش بيبقى طول السنة يعني. مثلا بيقعد له شهرين كده، بيبقى كتير قوي في السوق وبعد كده بيختفي. السمك الصغير الأخضر ده الإخنيني اسمه كده. ده مبطرخ وتحفة. السمك صغير بس مبطرخ وفظيع ولحمه فظيع. هوريهولكوا دلوقتي معانا. جبنا بقى طماطم وخيار وجزر وفلفل اخضر كوبي. تمام كده. وعملنا احلى طبق سلطة. حطينا برضو كمون وملح وعصرنا ليمون وحطينا شوية خل. احلى شوية سلطة بجد، تعمليهم بقى جنب الاكلة بتاعتنا بتاعت النهاردة. هو اليوم بسيط وما فيهوش يعني طبيخ كتير ولا كلكعة كده، بس انا حبيت ايه اشارككم اليوم بتاعنا والغدا بتاعنا. تمام يا بنات. غرفت الرز بتاعي اهو. جربي طريقة الكشري المصري ده، تحفة بجد، تحفة هتعجبك. وهيطلع حلو كده زي ما انت شايفة، ومفرط مفهوم، مش معجن. خلاص. عملنا طبق السلطة بتاعنا وغرفنا الرز بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، او الكشري بتاعنا. وهوريكم السمك دلوقتي يا بنات اهو. تحفة تحفة بجد، تحفة. اهو يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهو. بصوا مش كبير قوي، بس كله مبطرخ ما شاء الله. بصوا. وتحفة بجد. الأكلة دي أنا بعشقها. دخلت بنتي الامتحان، وقلت الساعتين اللي هي فيهم بقى في الامتحان ده أنا ألف في السوق شوية، وفعلا لقيته قدامي جبته. طبعا يعني فرحت إن أنا لقيته. بس يا بنات، يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك في رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.